السلام عليكم. هذا الفيديو شحال من واحد ما غيعجبوش، ولكن الواحد هو اللي يتقبل الحقيقه. المهم كملوا الفيديو غنقول لكم. بغيت نعرف غير واحد الحاجه، علاش الراجل اللي كيخون مرتو كيمشي عند صاحبته وتيقول ليها على كاع الحاجات الخايبين اللي في مرتو، وعاد تيزيد وتيقول ليها انا عاد وليت عايش الحياه، ما كنتش عارف بقيمه الحياه مع مرتي وولادي. واسمع الشريف وفيق من القلبه، واسمع نقول لك واحد الهضره اللي ما يقولها لك حتى واحد. هذيك اللي كتنظ عليك وكتقول لك وكتقول لها راه انا وليت عايش الحياه معها، راه هي باغياك على حاجتك. هذه من جهه ثانيه الا كانت هي كتهلا فيك بالحنان اللي ناقصك، راه حيت هي ما عندها مسؤوليه، ما كتصبن لك حوايجك، ما كتريط لك دارك، ما كتربي لك ولادك. اما مرتك اللي مسكينه ما عندهاش الوقت ليك، خاصك تحمد الله وتشكره. تجي تلقى حوايجك مصبنين، وليداتك واكلين وشاربين ومطيب ومربيين وقاريين، تلقى دارك تتشعل ياك. ونزيدك واحد الحاجه اللي انت ما عارفهاش وغلط فيها بزاف، خاصك تعرف هذاك الحنان اللي وليتي كتعطيه لداك الصاحبه كان قسم لك وكان كنتي كتعطيه لمرتك، حتى داك الحنان اللي كتعطيك ديك الصحبه بالحرام حتى غتعطيه لك مرتك بالحلال. انا كنقسم لك بالله باليمين العظيم، وكان داك الاهتمام اللي كتهتم بديك الصاحبه تهتمو وتعطيها لمرتك، حتى تعطيك واحد الحنان وواحد الحب اللي ما كاينش، اللي عمرك شتيه، وحلالا طيبا تعطيه لك حلالا طيبا، بلا ما تعيش في المشاكل وفي الضغط وديما خايف من المرأة لا تسيق الخبار، وخاصك تعطي الوقت الهادي وتعطي الوقت الهادي وتجي معطل وتسمع النقير، وهذا الشيء كامل مالك على حالتك وبالحرام مازال. ولهذا خويا نصيحتي ليك، واخا ما غيعجبكش الحال، ولكن هذه الصراحه والواقع ديالنا، دائما ما كنعممش داك الفراغ، داك الفراغ العاطفي اللي لقيتيه المشكل كبير بينك وبين مرتك، حاول تصلحه. هذه احسن حاجه، جلس مع مرتك وناقش معاها، وراه ضروري غتلقى الحل. الا كان بصح هذيك بنت الناس عندها قيمه قدام عينيك، وخصوصا خاصها تكون عندها قيمه، حيت حمد الله وشكره راه مالغري كنقولوا رغم المشاكل كتجي كتلقى دارك تتشعل، كتلقى وليداتك واكلين شاربين، تتلقى كل شيء الدار مقاده. عطيها الحنان وعطيها الاهتمام وتشوف شنو غتعطيك. راه المراه بحال الورده، كل ما سقيتيها كل ما تلقات الريحه زوينه. انا نصيحتي حلالا طيبا تهلا في مرتك احسن لك بكتير من صاحبتك، حيت مرتك بالقليل تصبر عليك، ولكن صاحبتك بالقليل ما تعقلش عليك.